بجد انا مش قادره افهم ليه مراكز الليزر مش عايزه الناس تعرف الحاجات دي، مع انها فايده كمان لمركز الليزر. انا جايه اقولك بلاش تعملي الليزر في اي مكان لو مش هتستخدمي دي. ايه دي سكين بروتكتور، لازم تحطيها على جهاز الليزر قبل ما تستخدميه على جسمك، خصوصا لو الجهاز ده بيلمس الجلد زي جهاز كانديلا مثلا. القطعه دي ممكن تشتريها من مركز الليزر اللي بتعملي فيه، او من اي مكان مستحضرات تجميل بس يكون كبير. القطعه دي تقريبا ب40 جنيه لو هتشتريها من المركز او كده، في مراكز بتبيعها اغلى من كده، فانت ممكن تشتريها من بره. بس دي هتحميكي من الامراض الجلديه اللي ممكن تتنقلك من فرد لفرد، وهتبقى القطعه بتاعتك انتي تروحي بيها وتعقميها بالكحول او ترشي عليها الكحول او اي حاجه وتستخدميها المره التانية، ولو ما رشتيش عليها حاجه اصلا فهي بتاعتك انتي وبس، تحميكي كمان من الصمت التناسلي اللي بيجي من اجهزه الليزر. يا ريت تحمي نفسك حتى لو المكان بتاع الليزر ما قالكيش المعلومه دي، مع انها فايده ليهم وفايده ليكي. يبقى بلاش تعملي ليزر لو مش هتستخدمي السكين بروتكتور دي. حافظي على نفسك وحافظي على جسمك من الامراض المعديه. لو استفدتي من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على